من صفحه 151 في كتاب دراسات ثالثه اعدادي لصفحه 200 في كتاب تاريخ ثالثه ثانوي، واحنا ما وراناش حاجه غير نابليون. في يا جماعه ده كان كلاون حتى. علميا الحمله الفرنسيه على مصر كانت من 1798 ل 1801. عمليا احنا لغايه 2023 واحنا بندرسها عادي. وكل امتحان بقى بما تفسر جلاء الحمله الفرنسيه على مصر في سبتمبر 1801. قبل الحمله الفرنسيه كده بشويه، مش فاكره قد ايه، نابليون الانسان وقع في الحب ومحدش سمع عليه. زي ما انت كده بالظبط واقع في الحب وبتروح الدرس عشان صاحبتك، مش عشان حاسه التاريخ خالص. بس هو كان ارجل منك على فكره، وراح وقال لحبيبته ان هو بيحبها وحارب الدنيا عشان يتجوزها، ده رغم ان اهله ما كانوش موافقين عشان هي ارمله اكبر منه ب6 سنين ومعاها ولد وبنت. جوزفين كانت جميله وبتحب الموضه وعلى طول لابسه تاج على انه رمز السلطه والسمو، والبنات كانت بتحب تقلدها قوي لدرجه ان هم سموها امبراطوره الاناقه من كتر شياكتها. ده لو التيك توك كان موجود وقتها كان زمانها اشهر من ام خالد. المهم ان نابليون قال انا هتجوزها، يعني هتجوزها، وقام مزعق جامد وقال سيبوني انا عارفه انا بعمل ايه كويس. وانت عارف بجد يا اسطى؟ عارف بجد. خلاص سيبوه يا شباب، هو يعرف غلطه لوحده. وفعلا اتجوزها وكون اسره فرنسيه سعيده من غير اي مجهود على فكره. بص عمل ايه؟ مش انت اللي مش عارف تروح تقول لسلمى جارتك اللي الباب في الباب تعلم تلحلح، وعشان الاعمال بالنيات ومحدش فينا مسامحك يا نابليون على المذاكره دي كلها، ربنا ما يباركلكش في الجوازه، تستاهل. بعد الجواز نابليون كان لازم ينزل يشوف اكل عيشه، عليه فواتير واقساط، وساعتها فرنسا حبت توسع على نفسها وفضلت بقى تدور في الخريطه على بلد الاوضاع فيها مش ولا بد، وقالت لنابليون خد اسطولك وعلى مصر. نابليون ما كدبش خبر، ودع اهل بيته ونزل بقى يشوف اكل عيشه، وقال لها على عهد يا جوزفين. ضحكت ما ردتش عليه، ونزل نابليون باسطوله على اسكندريه. ومن هنا ابتدت الحمله الفرنسيه على مصر والشام. وفي وسط الاحداث الكتير اللي انت عمال تذاكرها دي دلوقتي، نابليون كان مسحول، بس مش في الحمله، كان في حته تانية خالص. كان بيحب مراته اكتر من حبه في احتلال الدول. كان كل يوم بالليل يقعد يكتب لها في رسائل حب وغرام، مع انه عارف انها تعمل له سين وما تردش. بيعشق ضيق التنفس، وكان بيستنى يروح عشان يقعد يكتب لمراته كل اللي بيحصل واحداثه اليوميه. ثانيه واحده. عزيزتي جوزفين، أكتب إليك من قلب الحملة الفرنسية على مصر، فقد دمرت بيوتا وشردت أسرا وفرضت ضرائب كتير قوي بصراحة، وكمان لم يكفني ذلك ودخلت الجوامع بالحصنة. عارفة يا جوزفين، قالوا عليا ان انا رحت المنصورة، بس انا ما رحتش والله، هما كده كده عينيهم خضرة، انا ماليش ذنب، انا بحبك انتي. جوزفين بقى كانت في حتة تانية خالص، كانت خارجه مع الشله وبتعمل له سين وما بتردش. اتعلم بقى انها لما تبقى عامله لك سين وما تردش انها مش مهتمه وحد تاني في حياتها. اخلع. لحد ما نابليون جاب اخره وقام كاتب لها العالم باسره سعيدا جدا اذا نال اعجابك، وزوجك الوحيد تعيس. ايه زوجك الوحيد دي يا اسطى؟ وخد التقيله. ما ردتش عليه. كلاون قوي. نابليون كان وحيد وكان تعيس فشخ، وده يمكن اللي بيفسر الدمويه اللي هو كان فيها تقريبا كده. بدل ما يطلع طاقه الغضب بتاعته في الجيم طلعها علينا احنا. هو على ايام نابليون كان في جيم اصلا؟ ادي اخرة العلاقه التوكسيك. في 18 اغسطس 1799 جات لي نابليون رساله بتقول له تعالى عشان في حرب اتحالفت فيها اوروبا ضد فرنسا، ارجع عشان تشوف ايه اللي بيحصل. طبعا كلنا عارفين ايه اللي كان بيحصل. عائله نابليون والناس اللي حواليه قالوا له يا نابليون الجوازه دي لازم تنتهي. ليه؟ عشان جوزفين ما جابتلكش نابليون الصغير، مش عشان هي دايره على حل شعرها مثلا يا شباب ولا ايه؟ عشان نابليون الصغير، وعشان نابليون مطيع وافق واتطلقوا. بس التوكسيك هيعيش ويموت توكسيك. فضل يحبها عادي بعد الطلاق ولا كأن حاجه حصلت. موقع هذا احب اوجه رساله لنابليون الانسان، منك لله يا شيخ، مش كنت قعدت جنب مراتك الفاشونيستا تلمها وما تقرفناش في حياتنا بقى. كان معكم ام من اوضتها عادي.